السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المتتبعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لجميع الأخوة والأخوات متتبعي قناة المختبر السياسي. هذا التسجيل سيكون مختلف على باقي التسجيلات اللي ولفتوا دائما تتشوفوها في قناة المختبر السياسي، لأنه هذه المرة هذه غنقولوا كلمة حق اللي خصنا ما نتخبوش عليها، كلمة حق اللي خصنا نقولوها بوجهنا أحمر. خليك معايا حتى الأخير باش تفهم مؤامرة القجع والمغرب على القارة الإفريقية وعلى الجزائر. خليك حتى الأخير باش تفهم الموضوع وتاخد الدلائل وحتى الأسرار اللي كيخبيوها عليك الدولة العميقة. انطلق كأس إفريقيا 2024 في الكوت ديفوار. مباشرة خرج المدرب ديال تنزانيا الجزائري عادل عمروش وكيقول بصريح العبارة على أن المغرب يتحكم في القارة الإفريقية وأن القجاع يتحكم في الكاف، والمغاربة هما اللي كيقرروا وقتاش يلعبوا وكيختاروا حتى الحكام اللي يحكموا في المباريات ديالهم. هذه الهضره اللي خلات على ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على انها ترفع دعوى امام اللجنه التاديبيه ديال الكاف ضد هذا المدرب على كلامه. فاللجنه التاديبيه قررت انها توقف هذا المدرب 8 ديال المباريات وعلى انها تغرموا 10,000 دولار. لكن الأدهى والأمر ماشي هو هذا، الأدهى هو أن الاتحاد التنزاني وقف الجزائري عادل عمروش، وهكذا انكشفت لعبة القجع. كيف انكشفت لعبة القجع؟ هو أنه مباشرة جابوا واحد المدرب اللي ما معرفش التاريخ ديالو، شكون جا، منين جا، اش كان كيدير، الله أعلم. شنو سميتو حميد موروكو. ما جاتكمش الاسم غريب؟ أنا نجيكم للواقع وبالدليل باش تعرفوا مؤامرات ديال القجع. الاخوان كما كتعرفوا كاينه واحد الاكاديميه في المغرب كتصنع اللاعبين وكتصدرهم الى باقي دول العالم، وهذه الاكاديميه سميتها اكاديميه محمد السادس، اللي في الواقع ديالها هي اكاديميه لاكتشاف المواهب الكرويه وصقل المواهب ديالها، ولكن في الباطن ديالها ما خفي اعظم. هذه الأكاديمية اللي تخرجوا منها بزاف ديال اللاعبين بدات الآن في تكوين المدربين. أيها سيدي كما كتسمع تكوين المدربين، وحتى هذا غير ظاهر، الباطن ما لا تعرفه أنت كاين تحت هذه الأكاديمية أو تحت مقر هذه الأكاديمية. بزاف ديال اللاعبين فاش كانوا كيلعبوا في أكاديمية محمد السادس كانوا دائما كيسمعوا صوت لامون وكيسمعوا صوت المطارق وكيسمعوا صوت الحديد كيضرب في بعضياته وما كانوش كيعرفوا المصدر ديالو، حتى جاوا بعض الاخوان الله يجازيهم بخير اللي كشفوا لينا على ان هاد الاصوات هذه مصدرها واحد المصنع كاين تحت من اكاديميه محمد السادس. جاتك غريبه ياك؟ تحت من الاكاديميه وتحت من المقر ديال الاكاديميه كاين واحد المصنع. هذا المصنع هو واحد المصنع اللي كيتم فيه صناعه قطع الغيار وصناعه الاجزاء من اليدين والرجلين والعقوله والالوان وكل شيء ديال المدربين. ايها سيدي ديال المدربين. حميد موروكو هو واحد النسخه تجريبيه ديال واحد المدرب تم صناعته في اكاديميه محمد السادس في ذاك المصنع اللي كانت كتسمع فيه المطرقه ولامون. هذاك المصنع خرج حميد موروكو. وعلاش سميتو حميد موروكو؟ لانه القجع فاش حكم المؤامره ضد عمروش ما بقاش ليه الوقت فين على انه يختار اسم لهذا المدرب اللي خرج او اللي تصنع في المصنع ديال اكاديميه محمد السادس او المصنع السري اكاديميه محمد السادس. فاللي وقع هو ان مباشره بعد اقاله عمروش مشى جابوا القجع وحطوه كمدرب لتنزانيا، وهو غير نسخه اوليه للمدرب المصنوع في اكاديميه محمد السادس او في مصنعها السري. هذا المدرب هو عبارة عن روبوت تم صناعته وتجميعه في أكاديمية محمد السادس وتم البرمجة ديالو، إلى أن البرمجة ديالو ما كاملاش كيقصها بزاف. علاش؟ لأنه يقدر يكون الآن لاعب ضد المغرب وفجأة ينوض يشجع المغرب، وهذا ربما من بين الأمور علاش تنزانيا ما وقفتش المدرب الجزائري قبل مباراة المغرب، لأنه كان ربما سينكشف الوضع ديال حميد موروكو وغادي ينوض على أنه يشجع المغرب وأنه يلعب مع المغرب ضد تنزانيا، وهذه المسألة هذه
ليست في صالح القجع لأنها ستنكشف الخطط ديالو والمؤامرات ديالو. الحاجة الثانية هو أن اللاعبين اللي ولاو في القارة الإفريقية كلهم ولاو صناعة مغربية في صناعة هذا المصنع هذا. هذا المصنع هذا اللي ولا كيخرج لنا مليون لاعب في اليوم، ولينا تقريبا كل نهار كنصدروا اللاعبين في كل اتجاهات العالم. يعني الآن ولاو عندنا اللاعبين كلهم مصنعين داخل أكاديمية محمد السادس، إلى أنه مازال عندنا واحد النقص كبير في البرمجة، أنهم لاعبين روبوتات لكن في واقع الأمر مبرمجين ومخلصين للمخزن. المخزن وعلى رأسه القجع اللي كيقود مؤامرات ضد الجزائر من خلال هاد الروبوات اللي ينشأهم في القارة الإفريقية. كلام ديال العمروش كلام حقيقي، وهذا الشيء كامل كيستدعي منا على أننا نناديو بلجنة تفتيش دولية لمراقبة أكاديمية محمد السادس، أنها بدات كتصنع لنا هاد الروبوتات اللي ولات خارقة للعادة، ولات كتنافس الذكاء البشري، ولات كتخدم الأجندات المخزنية ضد القارة الإفريقية، وكذلك الأجندات القجعية ضد الأفارقة وعلى العموم وضد الجزائر على الخصوص. وبالتالي فمن هذا المنبر أشيد بالإخوة الجزائريين على أنهم يتجهوا إلى المحاكم الدولية لرفع دعوة ضد المخزن، باش أنه ما يبقاش يصنع هاد الروبوتات هادو، وما يبقاش يصنع هاد المدربين هادو، وما يبقاش يحيك مؤامرات بحال هكا ضد الجزائر القوة العظمى، العظمى، القوة المضروبة، الضاربة، باش أنه ما يبقاش ينافس الكبار وخا هو صغير داخل القارة، فيخلي الجزائر الكبيرة تبقى تنافس مع الكبار، والمغرب يعرف الحجم ديالو، ما يبقاش يصنع الروبوتات وما يبقاش يصنع المدربين باش أنه يربح كاس إفريقيا بهاد الأعمال اللي ما مزياناش واللي مخالفة لكل يعني الممارسات الرياضية النازية. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لجميع الإخوة والأخوات متتبعي قناة المختبر السياسي، وشكرا جزيلا لكم على دعمكم ووفائكم، وتحياتي لكم جميعا. إلى اللقاء.